ليه لما بتعمل عادة جديدة مش بتعرف تكمل فيها، وعلى النقيض لما بتعمل عادة سيئة مش بتعرف تبطلها؟ في الفيديو ده ان شاء الله هقولك ازاي تبني عادة جديدة، وهقولك على 4 خطوات عشان تثبت عادة جديدة وتبطل عادة قديمة. اوعدك بعد الفيديو ده هتكون قادر انك تبني عادات جيدة وتبطل العادات السيئة. اول حاجة لازم تكون عارف انت هتعمل العادة دي ليه وهتبطل العادة دي ليه. طب هل انت اصلا عارف ايه هي عاداتك؟ هتجيب ورقة وقلم وهتكتب العادات اللي انت بتعملها من اول ما بتصحى لحد ما بتنام. بعد كده انا مثلا كتبت 10 عادات، هاجي جنب كل عادة واكتب موجب قدام العادة الحلوة اللي انا تمام عايزها تكمل معايا، وسالب جنب العادة السيئة اللي هو لا انا عايز ابطل دي. وبكده انت تكون عرفت انت عايز تبطل ايه وعايز تكمل في ايه. وعملية انك تغير سلوكك دايما بتبدأ بانك يكون عندك وعي، فانت لازم يكون عندك وعي بعاداتك قبل اي تغيير فيها. ولازم تكون عارف النقطة دي ان كل عادة في حياتك ليها اشارة بتحفزها انك تعملها. يعني لما انت تشوف الاشارة دي انت دماغك بتتحفز انها تعمل العادة الفلانية. ودي كانت الخطوة الاولى، خلي عاداتك واضحة. حاجة بنغفل عنها كلنا وهي إننا نكافئ نفسنا بعد كل إنجاز. كونك عارف إن في مكافأة بعد ما تخلص الفعل كذا، ده بيحفزك إنك تعمل الفعل الفلاني ده. كل ما هيزيد التوقع والمكافأة هيزيد معها دفعة الدوبامين، والبيئة اللي حواليك ليها عامل قوي جدا في تشكيل عاداتك. إذا كانت العادة دي هتكون جيدة ولا سيئة، فنقي البيئة والناس اللي حواليك كويس. وأنا كنت بتكلم عن الخطوة التانية، خلي عاداتك جذابة. كل لما تخلي الخطوات بينك وبين العادة الجيدة أو العادة الجديدة اللي أنت عايز تبنيها قليلة، كل ما هيبقى سهل إنك تعملها. والعكس صحيح، لازم تخلي المسافة أو الخطوات اللي بينك وبين أي عادة سيئة أنت بتعملها وعايز تبطلها كتير، فبالتالي هيكون صعب إنك توصل لها. وحاول على قدر الإمكان أي عادة بتاخد منك وقت مثلا وليكن ربع ساعة، لأ أنت حاول تخليها 10 دقايق، 7 دقايق. خلي وقت العادة صغير. ولو في أدوات إن كانت مادية بتتمسك بالإيد يعني، أو حتى معنوية تكنولوجية هتساعدك إنك تبني عادة جديدة وإنك تهدم وتبطل العادة السيئة، استخدمها. ليه ما تستخدمهاش يعني؟ وأنا كنت بتكلم عن الخطوة الثالثة ألا وهي خلي عاداتك سهلة. لما تكتسب عادة جديدة وتبطل العادة السيئة اللي انت كنت بتعملها دي، حاول بطريقة ما انك تفكر في الفوائد اللي انت كسبتها واللي انت استفدت بيها من الفعل ده. لما عملت العادة الجديدة دي او لما دخلت العادة دي على حياتي، انا استفدت ايه لما سبت العادة السيئة دي؟ وهكذا. استخدم متعقب العادات، دلوقتي في برامج بتعمل كده. حاول ان انت ما تكسرش سلسلة عاداتك. حاول ان انت دايما في نفسك لما بتيجي تفكر، لما تيجي تقول انا دي المرة التانية على التوالي، المرة التالتة على التوالي، المرة الرابعة على التوالي، حاول ان انت على قد ما تقدر ما تكسرش سلسلة عاداتك. ودي كانت الخطوة الرابعة والاخيرة، خلي عاداتك مجمعة. طيب دلوقتي هختبر ذاكرتك. عايزك توقف الفيديو وتنزل تحت في الكومنتات وتكتب ايه هم ال4 خطوات اللي انا لسه ذاكرهم. بس خليك صادق مع نفسك وما ترجعش لأول الفيديو، عايزين نشوف ذاكرتك. انزل. كتبت خلاص؟ أهم حاجة تكون كتبت بس. تعال نرجع بقى تاني. اللي هيفرقك بقى عن غيرك إنك تطبق الحاجات اللي أنا قلتها دي في أرض الواقع. مثلا أنت لما بتذاكر جنبك تليفون بيشتت، مواقع السوشيال ميديا طبعا مشتت. طب أنا هعمل إيه؟ أنا هشوف برنامج أداة زي ما ذكرنا تقفل البرامج ديت وقت المذاكرة. وبالطريقة دي أنت هتكون طبقت في الخطوة التالتة، خلي عاداتك. وبكده انا قلت لك الخطوات اللي انت هتعملها بعد ما تكون قررت انا عايز العاده الجديده ديت في حياتي، انا مش عايز العاده السيئه دي في حياتي. طيب انا دلوقتي هقول لك ازاي تبني عاده جديده. انا اقصد ان الكلام ده الدقايق الاولى في التخطيط للعاده. بس قبل ما نخش على الجزء الاكثر اهميه في الحلقه، عايزك تنزل تعمل اشتراك لو مش مشترك، تعمل اللايك الجميل بتاعك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طيب دلوقتي عايزين نتكلم في فكرة ألا وهي إن إمتى أقول على الحاجة ديت إنها هدف؟ أيوه شاطر. أنا سمعتك بتقول لما تكرر، لما في تكرار الحاجة دي أقدر أقول عليها هدف. صح، أنت كلامك صح، بس مش ده إن أنا جاي أطول. أنت لو عايز تبني عادة جديدة ممكن تخلي الموضوع صعب أو سهل، الموضوع بإيدك أنت. هناخد مثال عملي وبيحصل معانا كلنا لما بنيجي نعمل عادة جديدة. لما بنيجي نعمل عادة جديدة بنعمل لها جدول، اليوم الأول تاني، لكن مش بنخطط احنا هنعملها ازاي. فبالتالي وقت التنفيذ بياخد منك وقت كتير، او انك مثلا تصعد الامر انك انت مخطط انك هتعمله النهارده، لكن مخطط انك تعمله. بيقول جيمس كلير
الكتاب والعادات الذرية أنت لا ترتقي إلى مستوى أهدافك، وإنما تهبط إلى مستوى أنظمتك. الخلاصة إنك زي ما بتعملها تو ليست هتعملها في اليوم الفلاني، لازم تخطط برضو أنت هتعملها إزاي. والعكس صحيح برضو، أنت لو عايز تسيب عادة سيئة لازم برضو تكون عارف أنت تسيبها إزاي، مش مجرد أنا ده ولا لأ أو لأ. تبي تفكم. وأنا حابب إننا نتكلم في الموضوع ده بشكل أكبر وباستفاضة أكتر تاني تحت الكومنت. وبس كده يا صديقي، انت اي عادة في حياتك اعملها بالنظام ده. ولو عايز تتعمق اكتر ارشح لك كتاب العادات الذرية لجيمس كلير، واللي بيتكلم عن الموضوع بالتفصيل الممل، وهتلاقي فيه جداول، وهتلاقي جوه الكتاب لينك الموقع. ولو بتواجه مشكلة في إدارة الوقت وتنظيمه أنصحك تشوف الفيديو ده. وفي الآخر، حب نفسك، حب رحلتك، وانت بتعافر فيها. سلام.